السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعيني الكرام، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. فصل الشتاء بالحاجات القمر الجميلة والخضار الطازة، اللي بيكسر وجوده أو بيكتر وجوده في فصل الشتاء، وبيبقى ريحة ولون وطعم، حاجة ما فيش بعد كده. الحمد لله على نعم ربنا وعلى خيراته. النهاردة بقى نشتغل صنفنا مع الكرنب، القمر الجميل ده اللي بيبقى كتير جدا في فترة الشتاء، واللي في فصل الشتاء بيحب بقى الدفا وبيحب نعمل حلة المحشي كده. ويا سلام بقى لو كان عند الناس فرن بلدي كده او كانون، ويعملوا الحاجات دي كده ايه مع الطبيعة، بتبقى قمة الطعامة والجمال والدفا كله في، والأصالة كلها طبعا في الريف المصري، وفي البساطة وفي الطبيعة. هنا بنجيب الكرنبايه، لما بتيجي تختاريها ما شاء الله بتنقي الكرنبايه اللي تتك عليها كده، بتلاقيها مش صلبه قوي، وفي نفس الوقت ومش مهويه قوي، يعني بتبقى ايه، يعني محمله من الورق ما شاء الله، ولكن مش مجرمزه من جوه، عشان ما يبقاش ورق مكتل فوق بعضه كده ايه ومكرمش وما يبقاش كويس. هنا بقى انا شلت الراس الاول كده بالسكينه، وبعد كده بدات ايه اقطع من الجناب، بحيث ان الورق يتفكك من بعض زي ما انت شايفه. ليه قمر انت وهي؟ لانه حجم الكرنبايه ما شاء الله الله اكبر كبيره، فما فيش عندي حله بالحجم ده ما شاء الله، عايزه حله او اناء كبير جدا. فانا كان ممكن لو عندي حجم الكرومبه دي حله واسعه او اناء واسع او قدر واسع، كان ممكن اسقطها زي ما هي كده على وشها اللي هو ناحيه اليد بتاعتها، وارجع اقلبها تاني على الظهر، وابدا ايه اخلع الورق منها كل ما يتسلق ورقه اقوم سلتها او سحباها. لكن علشان هي ما عنديش الحجم ده في الاناء، فانا اضطريت ان انا ايه افككها كده خارجيا، وبعدين ابدا ايه هعملها معاكي واحده واحده دلوقتي. يلا يا قمر يا حلوه انت وهي، حط اللايك لان هو اللي بيساعد على انتشار الفيديو والمعلومه تنتشر والفيديو ينتشر، وتعليقاتك الحلوه اكيد بتسعدني، واشتراكك في القناه ده اكيد تشريف ليا. عايزه اقول لك ان هوت حكمه بتقول انه اخسر العالم كله بعفويتك وصراحتك، ولا تكسب الناس بنفاقك وتصنعك. الحكمة دي عجبتني جدا، أو هي مقولة لويليام شكسبير، جميلة جدا. يعني اخسري العالم كله وانتي بعفويتك وطيبتك وصراحتك وقلبك الأبيض ونيتك السالكة، ولا إنك تكسبي الناس طبعا بالنفاق والتصنع. ربنا يا رب يجعلنا من القلوب الطيبة، النوايا الحسنة، الناس اللي بتتعامل بفطرتها وتلقائيتها وبساطتها وطبيعتها، واللي ما بتأذيش، واللي بتحب الخير لغيرها زي ما بتحبه لنفسها، واللي عايشة في الدنيا زي النسمة اللي بتبرد على قلوب الناس في وقت الصيف وفي وقت الحر، واللي بترسم البسمة على شفاه الآخرين، واللي بتسعد لسعادة الآخرين، واللي بتتمنى الخير للغير. ربنا يجعلني وإياكم من الطيبين، اللي ربنا سبحانه وتعالى طيب بيحب الطيبين. طيب هنا بقى انا بدات زي ما انت شفتي كده، بدات ايه اقطع جزء جزء كده. ولما بدات اجمع الاوراق بالشكل القمر ده، بسم الله ما شاء الله، الورقه بتاعتها تعتبر كبيره، الله اكبر ما شاء الله. الكرنب طبعا يعتبر غالي دلوقتي شويه، ولكنه نوعا ما كويس. يعني الكرنب لما تقف ب 30 ب 25 كويسه ما شاء الله، بترمي شويه حلوين يعني. فتقدري تجيبيه بقى وتفرزي منه ان شاء الله، وعليكي خير لرمضان. كل عام وانتم طيبين وبصحه وسلامه يا رب، ويعود عليكم الايام وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، ويفك أزمة وشدة إخواننا في فلسطين، اللهم آمين يا رب العالمين، ويسد ديننا ودين جميع المسلمين، اللهم آمين، ويفك كروبنا وهمومنا. هنا أنا حطيت مية في إناء، وحطيت فيها معلقة من الكمون، وبعدين ما بحطش ملح بصراحة يعني. بعد كده هوت بدأت ايه، اول ما المية بدأت توصل لدرجة الغليان اللي هي قبل الغليان بحاجة بسيطة، ببدأ هنا هوت بالماسك انزل ايه ورق الكرنب شوية شوية كده، هينزل معاكي ولا هيتكسر ولا هيتقطم ولا اي حاجة خالص. بص الجمال، مجرد ما بتبدأ تاخد من حرارة المية، بتبدأ ايه تطرى وتنزل في الإناء. اول ما هلاقي الاناء بدا هيغلي من الجنب كده، اروح شايلاها. هي ما بتاخدش وقت طبعا، القدر عندك مليان ميه، وتقدر تحط فيه اكتر من ورقه، 3 4 5 ورقات كده ما فيش مشكله، بس اقل من دقيقه، اقل من دقيقه بتكوني رافعه الورق ده. ما تسيبوش لما ينهرى، عشان اعملي حسابك انك لما بتطلعيه من الميه بتاعت السلق دي، بيكون محتفظ بدرجه حراره الميه المغليه، وبتحطيه على بعضه في الصينيه، وبالتالي بيكمل تسويه تاني بره. فانت تعملي حساب الجزئيه دي، عشان كده ما تسيبهوش لوقت طويل. ترفعي الورقه اللي بتتسلق اول باول، وتنزليها على الصينيه او طبق مسطح يعني.
ولو انت بقى حابه ان انت تشطفيه بميه بارده عشان تخف من درجه حرارته مفيش مشكله، بس في الحاله دي هتزودي السوى سنه وانت بتسلقي. لكن انا ما بحبش اشطف بميه بارده، انا بطلعه يا دوبك كده بعد ما توصل الميه لدرجه الغليان اقوم رافعاه وبسيبه بقى على الصينيه، برضو بيبدا ياخد سوى سنه لما بيتحط فوق بعضه وهو محتفظ بدرجه الحراره بتاعه الميه. هنا انا بعلم البنات الصغيرين ازاي نسلق الكرنبه ونقطعها بشكل سهل وبسيط وسريع وبطريقه صحيحه، لانه الغالبيه بيقطعوا الكرنب بس بتيجي الورقه مع العروق بتاعتها بالعرض، يعني تيجي تحشيها تبص تلاقي الحشو بيطلع منها ويتفكك، وتلاقي بقى ايه صابع محشي كبير وصابع صغير وصابع تخين وصابع رفيع، وتلاقي كاننا بنلعب بقى واحنا بنحشي المحشي. فهنا عايزين نعمله كله حجم واحد، سمك واحد، طول واحد، يبقى مرتب كده وجميل وحلو وشكله كده يفرح في الطبق. خليكي شاطره واموره كده ومنظمه ومنسقه ومرتبه، لانه العين بتاكل قبل الفم. فلما تحط الحاجة في الأطباق أو في الصحون أو في سرفيز التقديم بشكل مرتب وجميل وحلو، ده بيساعد أو بيشجع الناس تاكلها بنفس حلوة. تعرفوا أقول لكم على معلومة، ممكن يكون الأكل طعمه مش حلو لكن شكله جميل، الناس بتقبل على تناوله. زي ما معظم المطاعم بره كده ممكن ما يكونش فيه طعم للأكل، ولكن التقديم بيكون معمول بشكل إيه فيه فن شوية وفيه تنسيق، وعاملين له إيه شغل تسويق عالي يعني. اهو زي ما انت شايفه كده بسيبها اقل، انا اتعمدت ان انا ما افصلش الكاميرا معاكي اقل من دقيقه، وببدا هنا اصفيها من ميتها. الماسك ده بيساعدك كتير قوي لانه بيطلع لك الايه الورقه متصفيه تماما من الميه. ماشي يا قمر انت وهي، او بالشكل القمر اللي انت شايفاه دوت. بعد كده انا بقى باجي على الصينيه او سطح مسطح عندي. بص بقى يا قمر هنقطع الورق ازاي. هتيجي اهوت تروحي جايه ماسكه الورقة وتنياها من عند العرق اللي هو بيبقى سميك كده في الجناب، تتنيها بحيث الورقة تبقى ايه نصين متساويين. هنشتغل رياضيات دلوقتي ونظريف فيثاغورس وكده يعني. اهو بدأت هنا ايه اتنيها كده قصاد بعضيها، وبالسكينة اروح جاية شايلة الجزء اللي هو ايه المقرمش العرق ده او العود الناشف ده. على فكرة ما ترموهوش، هقولك هنعمل بيه ايه دلوقتي. بصي ده احنا هنستفاد بالكرومبة دي، مش هنطلع ولا فتفوتة هالك ولا هنرمي منها اي حاجه، هتشوفي دلوقتي. واجي بقى هنا في طرف الورقه، بص بقى الجمال، واقوم جايه برماها كده عاملاها رول او شكل اسطواني كده، ولفي لفي لفي يا معلم، لفي يا معلم، يلا ايوه يلا يا عم بخ، ايوه كده بس، ايوه كده جميل قوي. وروحي جايه ايه رصه في الصينيه، ونجيب الورقه التانية، وهكذا بقى. يلا يا باشا انت وهي، يلا يا قمر، حط اللايك يا حبيبه قلبي انت وهي يا حلوه يا متدلعه، حط اللايك عشان بلاحظ ان الناس بتشوفي بتشاهد الفيديوهات ثواني وتطلع من غير حتى يعني بيصعب عليها تحط اللايك، كأنه هتدفع عليه فلوس من جيبها يعني، مش عارفة ليه. طيب زي ما انتوا شايفين كده هو تحب لأخيك ما تحب لنفسك، يعني حبوا لنا الخير عشان ربنا يكرمكم يا رب ويفتحها في وشكم. بصوا بقى اهو بتني الورقة تاني نصين متساويين، وبالسكينة ببدأ ايه اشيل العرق الناشف دوت اهو. هوريكي دلوقتي هنستفاد بيه ازاي. واجي برضو كده واقوم لفه الايه، لفي 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 رول او اسطوانه كده اهوت، واقوم جايه حطها جنب اختها هناك، وهكذا. والله العظيم يا بنات ما خدت مني وقت في التقطيع، السلق والتقطيع. انتوا عارفين ان حشو الكرنب ما بيتعبش وبيبقى سريع جدا. اللي بيتعب هو ترتيب الورق وقصه وترتيبه، هو ده اللي بياخد الوقت منك. فلو عملتيه بالطريقه بتاعتي ده هي جربيها صدقوني مش هتندموا. اهو هنا بقى ايه انا وهي مجوز وطبقتين فوق بعض بدات الفها اهي زي ما انت شايفه كده. بص بقى بوريكي لما اجي اقطعها هنا بقى ايه اهو، قطعت جزء وحطيته قطعت عليه، وهكذا بقى. بعد كده انت بالنظر هتقدري تقطعهم ايه قد بعض اهو، او تعملي اكتر من 3 4 5 رولات اسطوانات جنب بعض، وتقومي جايه قصه ايه مره واحده بالسكينه عليهم مع بعض زي ما انا هوريكي في دول كده اهو. بصي بسم الله ما شاء الله اهوت، ايوه ايوه يا قمر يا ست الكل بالظبط كده. هنا بقى في الحاله دي ما بياخدش منك وقت خالص، وبيطلع كله حجم واحد وكله متساوي وسريع جدا، وبيديكي انتاج في دقايق. يعني هتسلقي وتقطعي وترتبي ما بيكملش نص ساعه اهو.
انا تعمدت ما اقفلش الفيديو علشان البنات الصغيره يبقى سهل عليها تسلق الكرنب. اللي تقول لي بقى بسلقه بيتهري مني، واللي تقول له بسلقه بيطلع ناشف شويه مقرمش. بص يا حبيبتي، الكرنب في ميعاده اللي هو الشتاء بيطلع كرنب حلو قوي قوي قوي. ما بيبقاش اللي هو المخشب المعضم ده، لا، بيبقى عسل نحل، وكمان بيبقى طري وجميل وحلو. بيبقى بص عايز بيضحك في الطبق كده وهو معمول محشي. فتشتري الكرومبه القمر الحلوه اللي زي ما انا وريتك كده، ما تجيبهاش اللي هي المكبوسه قوي المكببه قوي دي وتلاقيها ناشفه قوي، ولا تجيبها المهويه قوي. تمام اهي، عشان تبقى محمله ورق، وما تبقاش الورق اللي هو المكتكت ده اللي بيتعمل بيه سلطه، مش اللي بيتعمل بيه محشي. اهو وريتك تاني انا تنيت الورقه ازاي وحطيتها قصاد بعضيها، وقصيت ازاي عشان كله يطلع حجمه، واقص وارص بالشكل القمر ده. كل ما وحدتي خطوات العمل بتاعك كل ما ده وفر عليكي وقتك وجهدك. بص القمر والجمال ده زي ما انا بوريكي كده. ما ننساش اللايك يا حبايب قلبي، وتعليقاتكم الجميله القمر بتسعدني. اهو اهو زي ما انت شايفه كده، صدقوني ما بياخدش وقت خالص. جربي طريقتي هتلاقيها سهله وبسيطه وهتنجز معاكي. طبعا متعودين ان الورق الاخضر ما ترموهوش. الورق الاخضر والقصائص الخضراء اللي بتطلع دي برضو حطيها في الصفه اللي هتصفيها بتاعت الورق، لانك انت هتفرشي منها في ارضيه الحله دي، بتبقى يعني كويسه قوي في النهايه يعني، حلوه قوي في الاخر يعني. بتفرشي منها في ارضيه الحله. وبما ان بقى طبعا الاسعار غليت والدنيا بقت نار، فما بقناش حمل بقى نقطع طماطم ونقطع بصل ونقطع حلقات مش عارفه ايه ونحط في ارضيه الحله والليله دي. الطماطمايه بقينا ندخلها بقى في الطبيخ يعني عقبال امالتكم او في السلطه. والبصلايه انتوا عارفين بقى البصلايه وصلت 7 جنيه يعني و6 جنيه، فحرام لما احطها في ارضيه الحله يعني بصراحه يعني. انا احطها في قلب المحشي ماشي، ممكن اضحي يعني واحطها في قلب المحشي. ربنا يعيننا كلنا ويقوينا يا رب. بص بقى الورق اللي انا حطيته بحطه فوق بعضه كده اهو، وبقوم جايه قصه قد بعضه. بص الجمال بقى ده علشان يطلع كله مقاس واحد معاكي وبالشكل القمر ده، وعلى عدله العروق بتاعه الورقه، عشان لما تيجي تحشي يبقى الورقه معدوله معاكي، ما يبقاش فيها ايه العكس، ما تبقاش الورقه بالعكس. تمام. والحشو يطلع منها يعني زي ما انت شايفه كده. بصوا الجمال، بوريك اهو، بقول لك العروق بتاعتها جايه معدوله، بحيث لما تيجي تلف اهو بوريكي الصابع يعني شبه الصابع، لما تيجي تلف تتلف معاكي، مش العكس اللي هو تيجي تعملي تلاقي العروق إيه الحشو بيطلع منها تاني. تمام. تمام يا قمر انت وهي. طيب، على بال ما الاخت اللي شغاله في الفيديو ديت تخلص تقطيع، انا عايزه اقول لك هنا لما تقومي من النوم في 4 دعوات ادعيهم. قولي يا رب توكلت عليك، ده الدعاء الاول. الدعاء الثاني يا رب احتسبت يومي هذا لوجهك الكريم فتقبله مني، والدعاء ويسره لي وبارك لي فيه. ده الدعاء التاني. تاني يا رب احتسبت يومي هذا لوجهك الكريم فتقبله مني ويسره لي وبارك لي فيه. والدعاء الثالث رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. والدعاء الرابع اللهم إني استودعتك نفسي وأهلي وذريتي وأحبتي فأحفظهم حفظا يليق بعظمتك. دول 4 أدعية تدعيهم كل ما تقومي من النوم الصبح كده على خير يعني. تمام. تمام يا قمر انت وهي. طيب اهوت انا برضو ما زلت عماله اوريكي عشان نقص الورق ويطلع كله بحجم واحد. بعمل ايه؟ بحط اهوت بفرد بقى الرول اللي احنا شفناه وقصناه زي ما قلت لك من شويه. لما بتوحدي خطوات العمل ده بيساعد على توفير الوقت والجهد. فلما مسكنا الورق كله سلقناه وبعدين قطعنا العروق ولفناه رول زي ما كده، وقصينا الرول اقسام ورصيناها كده اسطوانات صغننه زي ما انت شايفه كده، عامله زي صوابع الجلاش المحشيه واحلى كمان. بدأت بعد كده افرد الرولات دي على بعضها واقصها. هنا بقى العروق اللي كانت بتطلع مني اول باول بروح مقطعها بالسكينه مكعبات قطع صغيره اللي انت عايزاه بقى. المهم ان المكعبات الصغيره دي هقول لك احنا هنعمل بها ايه ونستفاد بها ازاي دلوقتي. قسما بالله الكرومبه ما طلع منها ولا فتفوته هالك. اهو بصي بقى الطعامه دي بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي. زي ما انت شايفة كده اهو رمت معايا ما شاء الله كمية حلوة، وكلها طالعة بحجم واحد وترتيب واحد وزي الفل. في كل رصة من دول بتسيبي كام ورقة خضراء، علشان لو هتكيسيها في اكياس وتحفظيها في الفريزر هتبداي تاخدي من الاخضر ده تحط في ارضية الحلة زي ما قلنا بقى، عشان نوفر ايه في باقي الخضار اللي كنا بنرصها في الارضية. هنا بقى انا جبت قرن شطة او قرنين من الشطة الحامية اللي هو السبايسي، وقطعتها على القطع عروق القرنبيط المسلوق دهيت. وباخد هنا حته من البنجر كده، لان دي هتبقى كبيره قوي. البنجر ما شاء الله برضو كتير في السوق، اي نعم غالي سنه، ولكن لو جبتي بصي بيكفيكي بقى واحدتين من البنجر بيغرقوا لك الدنيا في البيت يعني ما شاء الله. اهو زي ما انت شايفه كده، وبدات اقطعها ايه حتت صغيره او مكعبات كده اهوت مع القطع الصغيره بتاعت الكرنب القمر دي. زي ما انت شايفه كده كده بقى احنا استفدنا كمان بالعروق، عملناها احلى شويه مخلل ببساطه. وبص هتاكلي منهم بعد ساعتين اتنين. هتقومي بقى ايه رش عليه رشه ملح، رشه كمون، رشه كزبره ناشفه، رشه قصدي شطه حمراء. انا ما حطيتش كزبره، انا حطيت شويه من الشطه الحاميه البودر، وشويه من الكمونه همت، وشويه من الملح، ولو عندك فلفل اسود حطي، ولو عندك بابريكا حطي. بتبقى قمر قمر. او لو عايزه تحطي سن الكركم على فكره تقدري تحطي، بس هو البنجر بقى ما شاء الله يديله اللون الايه الفوشيا الحلو القمر ده، اللي قيمته الغذائيه عاليه جدا، واللي غني جدا بعنصر الحديد. معروف البنجر يعني بيتوصف البنجر وبيتسلق ويتعمل عصير ويتشرب او يتقطع على السلطه للي هم عندهم انيميا حاده، ده بيقوي الدم جدا. تمام. اهو زي ما انت شايفه كده، يلا حطيت كله على بعضه، هاتك اكبتك يمين شمال شمال يمين، اضرب لفوق طلع لتحت نزل لتحت. خلاص كده ايه خلطنا شويه العروق بشويه التوابل بتاعتنا. هنحط عليها شويه من الخل كمان وبس، لا بتحط ميه ولا اي حاجه ولا سوائل ولا اي شيء. هما معلقتين كمان من الخل كبار كده اهوت، معلقتين ثلاثه. وروحي بقى حطاهم في علبه وقافله عليها ودخلها في التلاجة، او في الشتاء ده ممكن تسيبها على الرخامه عادي، مش هيجرالها اي حاجه. وكلي منها بقى يا شاطره يا اموره مع كل الوجبات بتاعتك، هيبقى عسل. اخر حاجه بتخلي رشه الملح هي اللي فوق بعد ما تصب الخل يعني، عشان ايه بيدبل بقى وينزل كل العصاره اللي فيه وبيطرى وبيستوى بقى وبيبقى مخلل زي القمر اهو. بالشكل ده كده بكون عملت الكرنب. سلقناه بطريقه سهله وبسيطه، وعرفنا ازاي نستغل الكرنبه لاخر يعني لاخر قطره ونقطه فيها. ها ما ضحناش باي ورقه منها خالص، واستفدنا بيها كلها. وطبعا هنا ايه ما هدرناش خالص في الورق، وطالع كله مترتب وبحجم واحد. وادي العروق بتاعته استغلناها في عمل مخلل سريع فوري، خلال ساعتين بتاكلي منه، وبيكون طعمه هادي كمان وحلو. زي ما انت شايفة كده. اتمنى ان اكون قدرت افيدك، وان الفيديو يكون سهل وبسيط. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.